مسيرتنا أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية بأن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فخامة الرئيس يبحث مع ولي العهد السعودي تعزيز العلاقات الثنائية. رئيسا إريتريا وجيبوتي يلتقيان في جدة. انتخابات مدراء الضواحي في مديرية عرزة. مصرع 100 شخص في فيضانات بنيجيريا. اختفاء طائرة عسكرية روسية قرب السواحل السورية. وتقرير الأمم المتحدة يؤكد وفاة طفل كل 5 سنوات. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي بصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وتباحثا بعمق حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتطورات الجديدة في المنطقة ذات الاهتمام المشترك. وتم ذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء 17 من سبتمبر الجاري في قصر السلام بجدة بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. يذكر بأن الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد قلد فخامة الرئيس إسياس أفورقي ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد قلادة الملك عبد العزيز أعلى وسام في المملكة العربية السعودية، تثمينا وتقديرا لمبادرة السلام بين إريتريا وإثيوبيا في احتفال جرى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 16 من سبتمبر الحالي. وعاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي مساء أمس 17 إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية. عقد رئيسا دولة إريتريا إسياس أفورقي وجمهورية جيبوتي إسماعيل عمر قلة مساء أمس 17 من سبتمبر لقاء ثنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، واتفقا سويا من أجل فتح مرحلة جديدة للتعاون المشترك بالتركيز على العلاقة الأخوية السابقة. وعبر كل من فخامة الرئيس إسياس أفورقي ونظيره إسماعيل عمر قلة عن بالغ التقدير والامتنان لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لعقد هذا اللقاء وفتح آفاق جديدة بين البلدين. وقد هنأ وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية عادل الجبير في تصريح صحفي عقب اللقاء الرئيسين. وأشاد وزير الخارجية الإريترية السيد عثمان الصالح ووزير خارجية جيبوتي السيد محمود علي يوسف بتدشين مرحلة جديدة بين البلدين، معبرين عن تقديرهما وامتنانهما لدور المملكة العربية السعودية في هذا الصدد. يذكر بأن مسؤولي إريتريا والصومال لعبا دورا كبيرا لتطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي. تجدر الإشارة بأن اللجنة المشتركة تتكون من وزراء خارجية إريتريا وإثيوبيا والصومال توجهت إلى جمهورية جيبوتي في 6 من سبتمبر والتقت بالرئيس إسماعيل عمر قلة. تجري انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى في 22 ضاحية بمديرية عرزة. وفي التوضيح الذي أدلى به المدير التنفيذي للمديرية السيد منقزة ميكائيل فيما يخص عملية الانتخابات وقانونيته، ذكر فيه بأن المنتخبون الجدد يخدمون ل3 سنوات مقبلة، مشددا على انتخاب الشعب من يتسمون بالتفاني والإخلاص وإبداء التعاون مع المنتخبون. من جانبه ناشد مدير المديرية السيد رسوم كفلة مريم المنتخبون الجدد لتحمل مسؤولية العمل اللازم وتعزيز مساهماتهم مع شعبهم في مرحلة السلام والتنمية المطلة. وأشار مراسل وكالة الأنباء عن تواصل فعاليات الانتخابات ابتداء من 27 من أغسطس المنصرم في كافة أرجاء المديرية بمساهمة شعبية واسعة، حيث جرت الانتخابات حتى الآن في 10 إدارات ضواحي. وأكد السكان جاهزيتهم للعمل المشترك مع المنتخبون الجدد لإنجاح برامج التنمية، مقترحين النظر في المدراء الذين خدموا حتى 15 سنة أو أكثر، ومنح لجان القرى مسؤولية كاملة لضرورة تنفيذ المسؤولية الملقاة على كاهلهم. أيها السادة والسيدات، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا.
قال متحدث باسم وكالة الطوارئ والكوارث النيجيرية أن فيضانات اجتاحت 10 ولايات في نيجيريا وأسفرت عن مقتل 100 شخص. وقال المتحدث ساني داتي أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية تسببت في إعلان حالة كارثة وطنية في 4 ولايات. وتعني حالة الكارثة الوطنية أن الحكومة الاتحادية هي التي تتولى عمليات البحث والإنقاذ وإعادة توطين الضحايا في المناطق المنكوبة التي تقع في وسط وجنوب البلاد. اختفت طائرة عسكرية روسية تقل 14 شخصا من على شاشات الرادار بالقرب من السواحل السورية، وذلك بحسب وزارة الدفاع الروسية. وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الطائرة اختفت من شاشات الرادار خلال هجوم أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز F-16 على منشآت سورية في اللاذقية. وفي نفس الوقت رصد الرادار الروسي إطلاق صاروخ من فرقاطة فرنسية في المنطقة. ولم يعرف بعد مصير الطائرة ومن على متنها، فيما تجري عملية بحث وإنقاذ انطلاقا من قاعدة حميميم، وذلك بحسب وزارة الدفاع الروسية. هذا وفي شأن سوري آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن القوات الروسية والتركية ستقيم منطقة جديدة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية على أن تنسحب الجماعات المتطرفة من تلك المنطقة. وكانت روسيا تعد لهجوم على إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، لكن بعد محادثات بوتين وأردوغان الذي عارض عملية عسكرية ضد مقاتلي المعارضة في إدلب، نسبت وكالة انترفاكس للأنباء إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله أنه لن تكون هناك عملية الآن. أفاد تقرير لوكالات تابعة للأمم المتحدة بأن ما يقدر بنحو 6.3 مليون طفل ماتوا قبل بلوغ سن 15 العام الماضي، أي بواقع طفل كل 5 ثواني، وذلك بسبب عدم توفر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية. وأضاف أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات 5.4 مليون حالة حدثت في السنوات ال5 الأولى من العمر، إذ يمثل حديثي الولادة نحو نصف الوفيات. وقال خبير لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن 56 مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات ونصف من حديثي الولادة سيموتون في الفترة من الآن حتى عام 2030 إذا لم يكن هناك تحرك عاجل. واشتركت اليونيسيف مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في وضع هذا التقرير. أكدت الصين أنها ستتخذ تدابير مضادة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة يبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل. وقالت وزارة التجارة الصينية من أجل ضمان حقوقها ومصالحها الشرعية في نظام التبادل الحر العالمي ليس أمام الصين سوى خيار اتخاذ تدابير مضادة مماثلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 10% على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار، لكنه استثنى منها ساعات أبل الذكية وسلع استهلاكية أخرى. وحذر ترامب في بيان للإعلان عن مجموعة من الرسوم الجديدة من أنه إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية ضد المزارعين الأمريكيين أو الصناعات الأمريكية، فإنه سيتم الدخول إلى المرحلة الثالثة، وهي فرض رسوم على واردات إضافية بقيمة 267 مليار دولار تقريبا. مع أطيب المنى.